انا عارفه ان انتوا بتعملوا احلى اكل، بس ممكن تجربوا الاكله دي بطريقتي وتقولوا لي ايه رايكم فيها، وانا واثقه ان هي تعجبكم جدا. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير. على النار هحط حته سمنه وكام حته ليا، دي صدقوني هتودي الطعم في حته تانية خالص. ولو مش حابين ممكن تستغنوا عنها. المهم اننا ناخد بالنا عشان ما تتحرقش. اول ما توصل للون دوت بنزل ببصل متقطع صغير، وبفضل برضو اقلب لحد ما يوصل للون الاصفر ما يتحرقش. هو لونه اصلا لوحده هيحسسكوا ان هو كده تمام. بعد كده بنزل بكام فص توم مفرومين، فصين 3 بالكتير. انا بحب ان انا احط الصلصه المعلبه عشان بتدي لون غني كده وبتقل الصلصه. واحلى تركه هقولها لكم، انتوا قلبوها في الماده الدهنيه. طعم اللذعه ده مش هتلاقوه موجود خالص فيها، عشان الجزر بياخد وقت اطول. فبحطه وبقلبه وبسيبه يتشوح حبه حلوين كده مع الخلطه اللي احنا عملناها في الاول. وبعد كده بنزل بعصير الطماطم اللي انا عملته واسيبهم برضو يغلوا شوية، عشان خاطر الجزر يكون استوى اكتر. اكلتنا النهاردة بسلة، والبسلة يعني شوربة لحمة. بصفي الشوربة عشان خاطر ما يبقاش فيها اي خضار كبصل او طماطم كان موجودين في الشوربة. بنزل بمعلقة سكر عشان الحموضة، واسيبهم يغلوا شوية مع بعض. البسلة انا كنت جايباها من غير جزر لان هي ما بتبقاش احسن حاجة في البسلة المجمدة. بعد كده بنزل البسلة وما بحطش اي توابل لان التوابل كلها كانت موجودة في الشوربة. اول ما توصل للون دوت والقوام دوت هي كده استوت الحمد لله. متأكدة لو جربتوها تعجبكم جدا. ومعلقة السكر اللي احنا حطيناها بتخلي الطعم في حتة تانية خالص. لو حابين كل يوم انزل لكم وصفة سهلة وسريعة اكتبولي في الكومنتس، وقولولي ايه التركات اللي انتوا بتعملوها في الاكل بتودي الطعم في حتة تانية خالص. وقولولي حابين الفيديو اللي جاي يكون عن ايه. وباي باي.